السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كوباية شاي مع سوسو. معانا فراخ بيضة اهي ما شاء الله، تربية رمضان هما ما شاء الله هما حاطلهم عليقة 19% خشنة ما شاء الله. عمر 25 يوم، داخلين في ال2 كيلو، يعني مثلا قولي كيلو و800 جرام، كيلو 700 جرام كده يعني ما شاء الله. هما واكلين وشبعانين، كل ده مع اعشاب وخلطات. اهم حاجه الكتكوت النضيف، تهويه نضيفه، وبالذات في تربيه الفراخ البيضاء. كتكوت نضيف، تهويه، نظافه تحتهم، كل حاجه لازم تبقى حلوه عشان الفراخ تطلع معاك احجام واوزان كده يعني. تاكلي حاجه بقى نضيفه، تبقى زي بتاعه المزارع والحاجات دي، تلاقي الكتكوت معاك يوم وبيومين ما شاء الله عليه. هما في العمر ده بقى عليكي وعلى الحلبة تجيبي بقى عشان الاوزان تكبر معاكي، تجيبي حلبة وتغليها والحلبة بتبقى حلوة كمان في الاوزان اللي هي عمر 25 يوم. الكلام ده بيبقى بقى قربوا يكبروا، فالحلبة بقى ما شاء الله بتفتح نفسهم يشربوا وياكلوا كلام من ده، يحولوا معاكم. يعني الفرخ طول ما هو قاعد ونايم كده بيحول، كل وبيحول، متقلقيش منهم. يعني لما تلاقوهم نايمين كده ما تهشهمش، تسيبيهم هم قاعدين كلوا وشبعوا وملوا بطنهم بيحولوا. فرخ ما شاء الله اهو. تغلي حلبة بقى وتحط لهم في العمر ده، تلاقي ما شاء الله الفرخ يومه بيومين. وتغلي حلبة برضو، الحلبة اللي تغليها تحط النقة بتاعتها على العليقة، والمية تغلى وتحطها في المية اللي هما بيشربوا منها. حبة بهارات بقى، كركم، وبالذات الكركم بيفتح نفسهم قوي على العليقة، تحطه لهم وهيبقوا جمال ما شاء الله عليهم. ما حاجة، عملوا اشتراك في القناة، متابعة على كل فيديو.